احب اعرفكم من نفسي، من المجانين اللي بيذاكروا اكتر من 24 ساعه في اليوم عشان يجيبوا مجموع في ثانويه عامه. سيبك من دي. ايه اللي ممكن تخسره بسبب الثانويه العامه؟ غير عيلتك اللي متقعدش معاهم وبتتخانق معاهم عشان بتفضل المذاكره عليهم، او بتفضل انك ترفه عن نفسك عن انك تقعد معاهم، وغير صحابك اللي ما بتشوفهمش او بتشوفهم في الدروس وانت مكشر وبتسمع ومش طايق نفسك، وغير الكتب اللي بتحب تقراها اللي بقت مكانها تحت السرير لان كتب المذاكره ماليه الدنيا، وغير كل الحاجات اللي انت بتحبها. ممكن تخسر حاجه مهمه قوي محطوطه في كرتونه ومرميه في اخر الدولاب: كرامتك. اهلا، انه العصر الجديد. نتكلم في موضوع ستريت. تاخد مع مدرس عربي مشهور جدا، تقريبا معظم الناس بتاخد معاه، او معظم الناس اللي انا اعرفهم. ما علينا، المفروض انه مشهور، المفروض ان ده معناه انه انسان محترم، مؤدب، ذوق. سيبك بقى من كل الكلام ده. الانسان المحترم المشهور ده بيلم فلوسه منين؟ غير الكتب اللي بنشتريها منه اللي هي نفس الكلام اللي فيها هو كتاب اللي في كتاب الوزارة يعني. ما علينا، نشتريها ب100 جنيه لوحدها. ده غير سعر الحصص بتاعته. بيلم فلوسه كمان من الامتحانات اللي بيعملها كل شهر. الامتحانات دي مهمة اوي في نظره، بغض النظر عن اهميتها الفعلية ايا كان. واحد من الامتحانات دي انا ما حضرتهاش، ما حضرتوش، انا حرة الحقيقة. كنت مسافرة، كنت بستهبل، كنت قاعدة في بيتنا بتفرج على فيلم وكسلت تنزل. انا حرة، احضر ما احضرش، انا حرة. سيبك بقى من النقطة دي. رحت الحصة اللي بعديها بعد ما حضرتش الامتحان، لقيته كاتب اسامي اللي ما حضروش الامتحانات كلهم في ورقة مع بعضيهم. تقدر تسميها بلاك ليست، تقدر تسميها شيت ليست، سميها زي ما انت عايز. معرفش هو كان تسميها ايه، بس مش تفرق معايا اوي. المهم، نادى على الاسماء او كلها وقال لنا نقف. وقفت. بي اس انا مش باخد درس، انا باخد في السنتر. اظن معظم اللي في ثانويه عامه عارفين ده معناه ايه. وقفت. وبعدين لقيت الانسان الذوق المحترم المؤدب المتربي اتحول محسن ميكانيكي. ممكن نبقى الطف ونقول لا مفيش الا محسن ميكانيكي، انا عارفه. المهم، انتوا بغض النظر عن الاداء بقر. فين بقر؟ احنا. انتوا بقر، احنا بقر. ما علينا. ما انا لو بديكوا بالجزمه كنت حضرته. الكلام ده ليا. ايوه، ما علينا. احنا بقر، ولو كنا بناخد بالجزمه كنا حضرنا. حد يفكرني الامتحان ده كان بكام؟ 15 جنيه. 15 جنيه ده الامتحان، او 10 مش فاكره. المهم ان احنا بقينا بقر، ولو كنا بناخد بالجزمه كنا حضرنا. مين ده بقى؟ ده مدرس اللي بدفع له اكتر من 100 جنيه علشان اقدر حفظه، انا اللي بدفعهم عشان هو يشرح لي، يعني مرتبه اللي انا بديهوله. بيشتمني الحقيقه. بس فضلت ساكته، ما ردتش عليه. كنت اقدر ارد بس ما ردتش، فضلت متمسكه ساكته خالص. معظم صحابي كانوا واقفين معايا، يعني لو حد فاكر ان انا كنت الوحيده اللي واقفه، لا، معظم صحابي كانوا واقفين وما كانش ليهم اي تعليق على الكلام اللي اتقال. الحقيقه لسه تانية مش هتاني تتقال وانا مش بعلق. وبعدين انه ابتدى يلغي المواعيد بتاعتنا واعلن انه مش هيدينا، وراح قال لنا اطلعوا بره بره. يعني انا بدفع لك وبستحمل الحاجات اللي انت ما بتعرفش تشرحها قصاد الحاجات اللي انت بتعرف تشرحها، وبكمل الباقي whatever. وبستحمل ان انت بتستعبط في الفلوس. بزود حاجات كتير وباخد معاك. وبعدين انا اطلعوا بره. اوكي، محسوبك عملت ايه؟ رميت الحاجه في الشنطه وطلعت بره، ومتماسكه بامان. اقصى درجات ضبط النفس. بس لقيت الاسيستنت بتاعه بيجري ورايا على السلم. ايه ده، مالك مالك مالك، في ايه بس؟ عارفه، اتطرقت. ارجعي بس يا بنتي، ارجعي بس. مش فاهمه. ارجعي بس، اطلعي، ما ينفعش كده، عيب. عيب يا بنتي، بس اطلعي. انا اطلع؟ ايوه. ليه؟ تحضري حصتك.
لحظه واحده، وانا مش اتطردت؟ اتطردتي ايه بس؟ اطلعي بس تعتذري للمستر. ماشي. واحد معرفوش يشتمني ويمسح بكرامتي الارض ويطردني من مجموعه حصص كتير كده باكج على بعضيهم انا دافعه حقهم مقدم، وبعدين هطلع اعتذر له واحضر حصتي. اوكي، ما علقتش، نزلت السلم الحقيقي وده ورايا، وبعت المسؤول عن التنظيم في السنتر: يا بنتي اطلعي بس يا انسه يا انسه. ادركت بقى حاجه في نص السلم، ان يا انسه يا انسه يا بنتي اطلعي. سيبك من الراجل ومن المساعد بتاعه ومن كل الدوشه دي، استغربت ان انا الوحيده اللي اتحركت من مكاني وخرجت من القاعه، وكأن بقيه اللي قاعدين ما بيحسوش. يا بابا انت اتشتمت واتمسحت بكرامتك الارض واتطردت من حاجه من حقك، انت قاعد ليه؟ اتلموا واعتذروا للمستر، والمستر حدد لهم ميعاد تاني الامتحان، وراحوا امتحنوا وقالوا له سوري يا مستر. اوكي، النقطة بقى حقيقي مش مضايقني الراجل AKA المدرس، ولا مضايقني اي من اللي عمله. الحقيقة اللي فارسني اللي قعدوا وقبلوا على نفسهم الشتيمة وقلة الادب والطرد، وفضلوا واقفين ما اتحركوش من مكانهم لسبب انا ما اعرفش. حد يقول لي فضلوا قاعدين ليه؟ حد يقول لي الكرامه راحت فين؟ الدم؟ ما اعرفش راحوا فين، بس وفضلوا قاعدين. انا ازاي كنت مصاحبه حد ما عندوش دم؟ بدون ذكر اسماء، حد من اللي ما عندهمش دم اتصل بيا تاني والتليفون: ايه ده انت مش جايه معايا تاني؟ لا. ليه يا بنتي؟ الموضوع ما كانش يستاهل. لا الحقيقه كان يستاهل. طب ليه طيب؟ عشان في حاجه اسمها حد عنده كرامه ما يقبلش على نفسه قله الادب، وحد ما عندوش كرامه وبيحب يتهزق، دي مشكلته هو. طب انا هسيبك طيب بقى دلوقتي. وقفل بعديها ب5 دقايق او اقل من 5 دقايق: الو، ايوه تصدقي وحشتيني. انا كلمت بابا وحكيت له اللي حصل، وكلم السنتر وقال لهم لا 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 ما ينفعش، وهيروح يشتكي المدرس ده. يعني الموضوع ما كانش له اي قيمه، وليه بس قبل ما اقول لها ان انا شايفه ان اللي قاعد ما عندوش كرامه، وبقى لمجرد الكلمه اللي انا قلتها لا الموضوع يستدعي، وبابا راح. واضح ان بابا قاعد جنب التليفون مستني شكاويها كلها. whatever. السبرينجز دي ما بحبش اي حد يتحط فيها، كانت سخيفه جدا، معرفش ازاي سكت للراجل، بس اعرف ان على الاقل اللي انا عملته ده كان بالنسبه لي تصرف صح. قولوا لي لو اتحطيت في الموقف ده واتطردتوا من كلاس هتعملوا ايه؟ ويا ريت تحطوا for your mind انه كان private class، انت مش في المدرسه. حد يقول لي حاجتين: لو انت مكاني كنت هتعمل ايه؟ ثانيا ايه تعليقك على فضلوا قاعدين؟ تعتقد فضلوا قاعدين ليه؟ بس حكيت لكم الموضوع ده عشان محدش بعد شويه يجي يقول لي ما قلتيش ليه. اديني بقول اهو. باي.